العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وللمسلمين أجمعين. القاعدة العاشرة: التابع تابع. قال الماتن رحمه الله حيا وميتا: رابعها التابع تابع، وفي مضمونها قواعد لا تختفي. التابع من يتلو غيره ويتبعه. من يتلو، نعم. من يتلو غيره ويتبعه. تمام. أي أن الشيء الذي جعل تابعا لشيء آخر لا بد أن يكون تابعا له في الحكم وفي الوجود. وهذه المتابعة نوعان: إما بأصل الخلقة، أي أن الله تعالى خلق هذا الشيء تابعا لهذا الشيء فلا يوجد إلا بوجوده، يعني كمثال الأب والابن وغيره، أو الصانع مع صنعته وغير ذلك. نعم. وإما أن تكون عرفية عرفا مطلقا مضطردا، أي أن العرف يقرر متابعة هذا الشيء لهذا الشيء. وفي كلتا نعم. الحالتين، كيف يعني عرفية عرفا يعني احنا مضطرد؟ عندنا مثلا الأبوة والبنوة، أو عندنا أحكام. الأحكام سواء شرعية أو عرفية. الأحكام، العرف المضطرد هو اللي يجعلها حكم. العرف المضطرد هو اللي يجعلها حكم. فمن راح تجينا أمثلة يتبين المقال، يعني بالمثال يتبين المقال. نعم. نعم أحسن يعني الله إليكم. أبناء الكفار عرفا أنهم أبناء كفار، هؤلاء عرفناهم أنهم أبناء كفار، هل تابعون لآبائهم في الدنيا؟ هم تابعون نعم، لآبائهم في الدنيا. نعم. لآبائهم. نعم. إيه. عرف مضطرد، نقول هذا عرف مضطرد دائما هكذا. نعم. نعم. وفي كلتا الحالتين يكون التابع في الوجود تابعا في الحكم، إلا أن يدل الدليل الشرعي أو العرفي بفصل بعضهما عن بعض، فالتابع هو بمثابة الفرع والمتبوع هو الأصل. فالتابع هو بمثابة الفرع والمتبوع هو تمام. الأصل، نعم. والفرع حكم الأصل لا يمكن أن ينفك عنه، والتابع حكمه حكم المتبوع. تمام. معناها أن المسائل والصور التابعة لغيرها يشملها حكم متبوعها، فلا تفرد بحكم، فلو أفردت بحكم لثبت لها حكم آخر. وهذا إيه، هو إذا يعني مو متبوع. نعم. وهذا هو الموجب لكون كثير من التوابع تخالف غيرها، فيقال فيها إنها ثابتة على وجه التبع. حتى في النحو، حتى في لما ندرس النحو شو نقول؟ التوابع توابع. تابع الحكم بالأصل. دليلها استدل بعض أهل العلم بقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فإن الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلق أي إذا طلقت فطلق للعدة، والرسول هو المتبوع والأمة تعتبر تابعة له، فالخطاب كان للمتبوع ثم عمم على التابع، فدل ذلك على أن التابع حكمه حكم المتبوع. للقاعدة فروع، منها اللقيط إذا وجد في بلاد إسلامية أو يغلب فيها المسلمون فإنه يحكم بإسلامه، لأنه تابع لأهلها في الوجود، إذ هو موجود بينهم، فيكون تابعا لهم في الحكم وهو الإسلام. وكذلك إذا وجد شيخنا المعذرة، بدي أطلع كبة من المجمدة إن شاء الله يوم والله تجون. والله دز لي وحده بالله عليك، بلا تربيتان والمجموعه. إن شاء الله تزورونا ونسوي لكم من كبة الوالدة. ان شاء الله الرحمن. الله يحفظكم يا رب العالمين اجمعين. الله يبغى ناس يقرا غيرك الاثري. أنا لا الآن ما عندي شيء خلص، يعني طيب. متفرغ. نعم. فيكون تابع
منها اللقيط إذا وجد في بلاد إسلامية أو يغلب فيها المسلمون يحكم بإسلامه لأنه تابع لأهلها في الوجود، إذ هو موجود بينهم، فيكون تابعا لهم في الحكم وهو الإسلام. إيه وكذلك يعني الآن هذا الطفل إذا لقيناه حكمنا بإسلامه، نعم، فنختنه ونسميه ونعق عنه، وإذا ما دفناه في مقابر المسلمين وغسلناه وكفناه لأنه تابع للمسلمين. شوف هذه كل الأحكام أحكام متبوع. ليش؟ لا نوجد في بلاد المسلمين. لو لقينا هذا اللقيط بلاد الكفار يكون وغلب تابع. على ظن أنه كافر. نعم. نعم. أما وكذلك إذا وجد هذا الطفل في ديار كفار ليس فيها مسلم، فإنه يحكم بكفره لأنه تابع لهم في الوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم. أحسنت، واضح. واضح. جزاك الله خير. ومنها الحمل في البطن، فإن بيعت أمه في البيع تبعا مع وجود الجهالة، لكنه لا يفرد بثمن خاص، ذلك لأنه مجهول، والمجهول لا يصح بيعه لأنه من الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. لكن لما بيعت أمه فإنه لما بيعت. بيعت أمه أيوه. نعم. فإنه يدخل معها تبعا، مع أنه لو أفرد بالبيع لم يصح، لأنه تابع لها في الوجود، فيكون تابعا لها في الحكم. الحمل في البطن، أنا جيت عندك أنت بقرة حامل أو ناقة حامل نعم، وجيت اشتري حملها، نعم، هذا غرر. أو قلت لك البقرة بكذا والحمل بكذا، غرر نعم، مجهول وغرر يصير عندنا فلا يجوز. لكن من أجيت أشتري البقرة مع ما فيها ما لي دخل شيء، يعني ما أفردت الحمل بثمن، جاز لأنه الحمل تابع لها، فلا يصح بيعه يعني استقلالا إلا تبعا. نعم. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. ثم حفظكم الله. ومنها إذا بيع القفل، فإنه يدخل معه مفتاحه في البيع تبعا له، لأن المفتاح تابع للقفل في الوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم. أنا أبيع قفل وما أبي مفتاح، شو تسوي به؟ فائدة. لكن من أبيع قفل تبع لهم مفتاح. نعم. أحسن الله إليكم. ومنها إذا بيعت الدار، فإنه يدخل في بيعها ما كان من ضروراتها كالجدران والسقف والأرض، وما كان متصلا بها لمصلحتها كالأبواب والنوافذ والسلم والخابية المدفونة، لأن هذا هذه يعني الأشياء الخابية المدفونة، يعني الخزينة يسمونها سابقا. نعم. لأن المخزن الآن. لأن هذه الأشياء تتبع الدار في الوجود، والتابع في الوجود تابع في الحكم، وتغتفر الجهالة في أساساتها وحيطانها، لأنها تابعة للدار في الوجود فتتبعها في الحكم. يعني ما تقول له تقول له مثلا اكو بالاساس 20 طن حديد انا مخلبيه، او فوق بالسقف 10 طن حديد او غير ذلك، هذا كله تابع للحكم، انا ما لي دخل. انا مشتري دار ما مشتري حديد منك. نعم. نعم، نعم. أحسن الله إليكم. نعم. قلتم حفظكم الله. ومنها جلد الحيوان، فيتبع حكم الحيوان نفسه، فإن كان الحيوان طاهرا فإن الجلد طاهر، وإن كان نجسا فهو نجس لأنه تابع، بل هو تابع للحيوان في الحكم حيا أو ميتا. وكذلك الآدمي طاهر في الحياة، فجلده كذلك طاهر، وطاهر بعد الموت على القول الصحيح، فكذلك جلده طاهر تبعا له، لأن التابع في الوجود تابع في الحكم. طيب. ومنها هو قال هذا السؤال للطلاب نعم، الجميع مع القارئ. قال فإن كان حيوان طاهرا فإن الجلد طاهر، وإن كان نجس، ثم قال هذا كله تابع للحيوان، ثم قال وكذلك الآدمي طاهر في الحياة. نعم. يعني ليش عطف الآدمي على الحيوان مو في الحكم في الاسم؟ لأنهما يشتركان في الحياة. أحسنت.
فشو يسمون المناطق، شو يسمون الحيوان الآدمي، شو يعرفونه؟ حيوان ناطق. حيوان ناطق. فلما جاء الحيوان أراد أول مرة البهيمي فذكر حكم البهيمي، نعم. ثم عرج الفقهاء هؤلاء، ثم عرج على الناطق فذكر حكم الحيوان الناطق. جزاك الله خير يا أبا أنس. الله شيخنا، هذاك واحد بعض السلفيين لما كانوا يعني يحبون تدري ماذا يعني ما مرين على موضوع المنطق وكذا والفلسفة، نعم. فكانوا يتصلون على بعض المناطق، يقول له أنت حيوان، أنت حيوان، أنتم تقولون على نفسكم أنتم حيوانات. قال له كيف أنتم تقولون على نفسكم أنتم حيوان ناطق، خلاص أنتم حيوان. غفر الله لهم. احنا ندرس هذه المسائل حتى نعرف كلامهم وعباراتهم. اي نعم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم ومنها إذا ضحى الإنسان عنه وعن أهل بيته أجزأ عن الجميع على القول الصحيح، أما هو فلأنه الأصل، وأما هم فلأنهم تبع له في الوجود فيتبعونه في الإجزاء. أيوة تمام، واضح. نعم. جميل. ومنها إن الزوجية والسكنة والمعاشرة الحسنة وحق المبيت والطاعة كل هذه تتبع عقد الزواج في الوجود، فإذا وجدت ولا يحتاج إلى النص عليها إلا إذا كان في شيء زائد على العرف. أي نعم. يعني يابا ما أعطيك بنتي لا تشتري لها سيارة، هذا زائد في العرف. نعم. أما ما أقول انفق عليها، سكنها ببيت زين، عاشرة نعم. معاشرة حسنة، حق نعم. المبيت والطاعة، هذا نعم. خلاص، هذه بالعقد كلها تدخل ضمنا. أي نعم. جميل. جميل. قلتم حفظكم الله ومنها الحائض والنفساء لا تصلي بالدليل الصحيح والإجماع، فالصلاة المفروضة قد سقطت عن الحائض والنفساء، فتسقط كذلك نوافلها تبعا لسقوطها، لأن النافلة شرعت لإتمام نقص الفرائض، فإذا سقطت الفرائض أصلا فتسقط النوافل تبعا. الله الله مع الإضافات الحلوة، ما أسأل الله أن أجمل يضيف لك كل خير. شيخ، أنت جميل يا شيخ، كم أضفت إلى الله يسلمك يا ولدنا الغالي الدكتور الحلو. نعم. الله إليكم. قلتم وقوله وفي مضمونها قواعد لا تختفي، يبقى الرابع تابع وفي مضمونها قواعد. نعم. لا تختفي، أي نعم. ويدخل في هذه العبارة قواعد، وهذه القواعد هي: الأولى التابع لا يفرد بالحكم لأنه إنما جعل تابعا، ومن فروعها لو أحيا شيئا له حريم ملك الحريم في الأصح تبعا، فلو باع الحريم دون الملك لم يصح. تمام. الآن واحد أخذ أرض عقد، وجيرانه عقود أخرى، بين العقد مالي والعقد مالك يا أبا أنس حريم. نعم. هذا الحريم ممكن أي واحد يجي يعقد عليه، ملك عام. م. فلو أحيا شيء له حريم م. ملك الحريم. إذا اللي بينه وبينك نشاس أموال، أنت نص لي ونص لك، وهذا كان عند الإسلام والآن موجود عند الناس يتداولونه. فلو باع الحريم دون الملك لم يصح، لأن هذا ما ملكته لو ما أني ملكت الأرض. نعم. يعني جاز في التبع، جاز في التبع. هو أكو نعم. قاعدة يجوز في نعم. التبع، يجوز في الأصالة في الأصل. أيوه لعله ناخذها ضمن هذه. نعم. نعم. فلو باع الحريم دون الملك لم يصح. ومنها الدود المتولد من الفاكهة يجوز أكله معها تبعا لا منفردا في الأصح. واضح. يعني هذا يجوز أكله. مو هذا بتين وبتمر، اكو بتين وبتمر عادة دود، وحده منفردا جبناك دود ما يصير تاكل الدود هذا. نعم. لانه مستخبث، العرب تستخبثه. نعم. وما كان مستخبثا كره كراهه تحريميه او حرم. جميل. اما اذا انت مثلا تاكل وتعلم انه هذا بيسوس ودود وكذا، هذا جاز تبعا. نعم. ومنها ذكاة الجنين ذكاة أمه. تمام. لانك ما تذبحه وبعدين طلعوا تذبحه،
لأنه ما يفرد بالحكم، هو تابع أصلا. جزاك الله خير. نعم. القاعدة لا التابع. وفي مضمونها قواعد لا تختفي، مو من نقول قاعدة وقاعدة. إيه. طيب، ومن ضمنها ويدخل فيها نعم. القاعدة الثانية: التابع نعم. يسقط بسقوط المتبوع. ومن فروعها: من فاتته صلاة في أيام الجنون لا يستحب قضاء رواتبها لأن الفرض سقط، فكذلك تابعه، بخلاف ما إذا لم يسقط المتبوع بأن فعل فإنه يستحب قضاء تابعه كالفرائض إذا فعلت، ولو جمع وفاتت راتبتها فإنه يستحب قضاؤها. يعني الجمعة فات راتبتها، زين. إذا راتبة بعدية نعم. فما صلت الراتبة تصلي، يعني عندك ما صلت مثلا جمعة نعم. فات الراتبة، لكن إذا صلت جمعة أي إذا يقول ما إذا ما إذا صليت ما صلت خلاص إياها. خلاص سقطت، وإذا صليت صليت يستحب. تستحب. نعم، أحسن الله إليكم. عجب. قلتم حفظكم الله: ومنها لو مات الفارس سقط سهم الفرس لأنه تابع، فإذا فات الأصل سقطه. تمام. جميل. يعني يعني الفارس له كم سهم؟ سهمين: سهم له وسهم لفرسه. النوب سؤال غيرك، سهمين 3 4. الفارس يمكن 3 الفارس والراجل. 3 أي نعم. والراجل سهم. مو تدري احنا ما عندنا. الفرس الله. سهمان. نعم. فإذا مات الفارس استشهد وهو جايب فرس، والفرس له سهمين معه، نروح يصير ميراث ونروح نعم. ندز له الفرس وندز وياها 3 سهام. الجواب لا، لأنه نعم. الفارس مات، الأصل التابع المتبوع. نعم. تمام. يعني فقط يرجع الفرس لأهله. تماما. نعم. الثالثة: الفرع يسقط إذا سقط الأصل. كانوا تكرار الأولى. ايه بس هكذا يسوونها. الثانية أو إيه للثانية: قريبة. تابع قريبة يسقط. للثانية، قريبة للثانية، قال في مضمونها قواعد لا تختفي، هي كأنه منها، لكن لأنه الفقهاء عبروا هذا وعبروا بهذا وعبروا بهذا، فاللي يجمع القواعد يلقى مثلا للأحناف للشافعية والمالكية كل واحد يعني قاعدة بقاعدة، فيقول لك احنا عندنا قاعدة كذا وكذا، ما تقول له هي نفسها كذا وكذا، خلاص وخاصة لو هؤلاء مثلوا بمثال وهؤلاء مثلوا بمثال فتجيبها كلها. أي واحد يستفيد منها حتى يمر نعم. عليها كلها. تمام. الفرع يسقط إذا سقط الأصل، ومن فروعها إذا برئ الأصيل برئ الضامن لأنه فرعه. وقد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل، ولذلك صور منها لو قال شخص. حسبه قبلها، ومن فروع إذا برئ الأصيل برئ الضامن. زين. الآن أنت زيد يطلبك 1000 دينار وأنا الضامن، وزيد برأك، أنا برئت لو ما برئت؟ برئت، أنت الضامن، خلاص انتهت. خلاص أنت الأصيل برأته. نعم. لكن قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل، يعني عكسها. منها إيه؟ منها لو قال شخص لزيد على عمرو 1000 وأنا ضامن به، فأنكر عمرو، ففي مطالبة الضامن وجهان أصحهما نعم. نعم، لأن أنت لا أثبته، أنت لا أثبته. هذا الشخص اللي قال لي زيد أنا عمرو 1000 وأنا ضامن. نعم. فجاء زيد طالب، عمرو قال أنا ما حد يطلب لي، أنت الضامن اللي حكيت، تعال أنت اغرم. نعم. نعم. ومنها ادعى الزوج الخلع وأنكرت وأنكرت المرأة ثبتت البينونة. تمام. وإن لم يثبت أصل. ومنها ما سمعنا، ما راح صوتك، راح ابو انس. ومنها ادعى الزوج الخلع طيب. وأنكرت المرأة ثبتت البينونة، وإن لم يثبت المال الذي هو الأصل.
ليش تبت البينونة؟ لأن الزوج قال خالعتها هذه ما نتبنوا. لأنه هي هي أنكرت، قالت لا، قالت أنا ما أعطيتك شيء من حقي. المال ما ثبت، أي المال ما ثبت لا له منها. نعم. المال في الخلع ما ثبت له منها. هي أي أنكرت، قالت أنا ما خلعت. أي تمام. نعم. فإذا ادعى الزوج الخلع، البينونة ثبت لها هي، لأنه يعني معناها هو بخالع، صحيح. لكن هي مو بخالع، ما منطية مال، فما نعم. ثبت المال. لأن المال هو الأصل بالخلع، نعم. والبينونة هي التبع. فتثبت جميل. البينونة وإن لم يثبت الأصل اللي هو المال. جميل. ومنها ادعت المرأة الإصابة قبل الطلاق. الإصابة شنو يعني؟ يعني قصدها يعني يعني ضاربها أصابها، يعني عقد عقران ودخل بها. وأصابها، يعني دخل بها. نعم. ومنها ادعت المرأة الإصابة قبل الطلاق وأنكر وأنكر. الرجل. ففي وجوب العدة عليها وجهان. الأصح نعم. نعم، الأصح نعم. 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 جميل. القاعدة القواعد التي تتفرع من هذه القاعدة الرابعة: أنا. التابع لا يتقدم على المتبوع. ومن فروعها المزارعة على البياض بين النخل والعنب جائزة تبعا للمساقات بشرط أن يتقدم لفظ المساقات. أن يتقدم لفظ المساقات. فلو قدم لفظ المزارعة فقال زارعتك على البياض وساقيتك على النخل على كذا لم يصح، لأن التابع لا يتقدم على المتبوع. شوف شيخ الإسلام بالقواعد الفقهية النورانية، نعم. الذي يقول ابن القيم عنه الذي لا يقرأ القواعد ليس له نور الفقه، القواعد النورانية الفقهية. نعم. ذكر قواعد في أول الكتاب في مسألة الطهارة والصلاة والصيام، يعني 20 30 40 50 60 صفحة. ثم جاء إلى قاعدة المساقات والمزارعة 300 صفحة في قاعدة عجيب. واحدة. كل يعني نصف الكتاب بالضبط على هذا، وأقل من ربعه بالأول، وأقل من ربعه أو قريب من الربع في الجزء الأخير. وطال النفس كثير جدا، وذكر قواعد وفوائد، يعني لو رحت بها إلى الشام سنين طويلة ما وجدت مثل هذه الفوائد. فالذي الله أكبر. يعني الذي يريد أن يكون له نور الفقه خاصة في مسائل المساقات والمزارعة هذه اللي ذكرها هنا بثلاثة أسطر عليه بالقواعد النورانية الفقهية. نعم. قال من فروع المزارعة على البياض بين النخل والعنب. المزارعة والمساقات احنا عندنا. المزارعة نعم. أنه يجي على النخل وعلى العنب وعلى المشمش وغيره، على نبات صاير نباتي آني، واني ادز على واحد اقول له قبل ما يشيل الثمر او الان مع ما شال الثمر، انت ساقي لي اياها وجذها وبيعها ولك عشر. نعم. يعني خلال هذا الشهر اللي يصير بثمر، انت الساجيه سوها وحط سماد وداري ما دير بالك عليه، ويصير الثمر وجذه اقطعه وروح بيعه بالسوق، ولك عشر او ربع او ثلث على ما يتراضين عليه. نعم. هذه مساقة ما عندنا بها حرج. المزارعة وحدها ما عندنا بها حرج. هذه أرضي وروح ازرع بها براحتك، وبالربع أو بالثلث أو بالنص ما عندنا حرج. لكن لو زارع لو ساق المساقات، لو ساق بين الزرع، يعني بين المشمش والنخل ولا اكو أراضي بيضاء، فذول شو يسوون؟ يتحايلون على المساقات، يقول له أني أجرني إياها حتى أنا أزرع هذا الأرض. يقول له ما يخالف، أجرتك يا مو أنا عندي بيها مشمش وتين وزيتون وعنب وكذا وكذا وكذا. يقول له ما يخالف، عود أنت راضي عليهن. فيصير هنا الغرر، يصير الغرر هنا. فالأصل احنا عندنا المزارعة، الأصل عندنا المساقات.
اللي هي الأصل، والمزارعة تتبع الزرع هذا بين الأرض البيضاء اللي بين الأشجار، هذا هو التبع. الأصل احنا عندنا مساقات تسقي ويصير لك ثمر وتبيع، هذه مساقات. أريد أزرع بنص هذا الأشجار، شو اسميها هذه؟ مزارعة. المزارعة بنصها ممكن تجوز أو لا تجوز على ما ذكر. فقال المزارعة على البياض بين النخل والعنب والأشياء الأخرى جائزة تبعا للمساقات، بشرط أن تقدم لك المساقات. يعني أنا ساقيتك على هذا الأشجار مساقاتا، ومن اتفقنا على المساقات أقول لك زين اسمح لي أزرع هنا وأعطيك ربع أو ثلث، قلت لا بأس. أما إذا تجي رأسا وتقول له أنا جيت أزارع، وقال لك زين والمساقات هذا الأشجار والأثمار وكذا، قال له عود أعطيك ربع أو ثلث أو نصف، هذه يصير من بيع الغرر الذي لا يجوز. وين يختار؟ وين كان شيخ الإسلام رحمه الله يختار جوازه؟ إيه نعم. جزاك الله خير. قلتم حفظكم الله: ومنها لا يصح تقدم المأموم على إمامه في الموقف ولا في تكبيرة الإحرام. الآن خلاف اللي ما يدور في مكة لأجل الازدحام، أو ما ذكره شيخ الإسلام تقدم المأموم على الإمام في صلاة الخوف أو في الحرب، يجي بصور. نعم الله عليك. أحسن الله إليكم. وكذلك مما يتفرع عن هذه القاعدة القاعدة الخامسة: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها. ومن فروعها حريم المسجد ليس له حكم المسجد في حرمة اللبث فيه للجنوب. يعني ممكن أنه وين يجلس، شلون مثلا سابقا هذا الآن المسائل التي في مكة الباحات الخارجية كانوا يسمونها إلى حد قريب، يعني يسمونها مكان الحيض. صح هي يعني ساحة، لكن هي خارج المسجد الحرام. هذه يسمونها حريم المسجد، فلذلك يقول ما لها حكم المسجد. يعني ممكن الجنب والحائض وهذا يربث بها، خلافا للمساجد الاعتيادية المسيجة وفيها طرمة هنا مسجد من أصل المسجد، لكن وقال حريم المسجد كمثلا الحديقة الخارجية وغير ذلك. نعم أحسن الله إليكم. ومنها أنه تثبت الشفعة في المنقول تبعا للأرض. احنا عندنا المال إما منقول أو غير منقول. الأرض غير منقولة، الفلوس منقولة، الخيل، الغنم، الكذا منقولة، السيارات منقولة، الأراضي، الدور، العمارات، غيره، العقارات، كل هذه أموال غير منقولة. فهل تثبت الشفعة في المنقول تبعا للأرض؟ إذا كان بالأرض مثلا أشياء يحتاج بها ومبقيها للأرض، هذه مثلا الآن المرشات وغيرها هذه هي في أصلها منقولة، لكن الآن محطوطة على الأرض، مثلا بير وتفرع عليه أشياء أخرى. فلما أنا أريد أقول يعني الشفعة، يعني أنا أريد أشتري شيء وأكو خمس أخوة مشتركين به، فأنا جيت أدخل أشتري حصة أحد الأخوة، فأنا اشتريتها، فتثبت أنه أحد الأخوة الباقين الأربعة الشفعة. يعني ما نقول باع على بيعي، لا، ما يكون باع على بيعي، وإنما الشارع أثبت له الشفعة أن يأخذ بأجرتها، يقول لي أنت أطلع، أنا هذا أخوتي وأنا أكون طيب، وهذا قاع ما يخالف، بها شفعة، لكن بها أشياء منقولة، وهذا المنقولة تبع للأرض ما تزول منها الآن. واضحة؟ نعم نعم. يعني هي الأشياء المنقولة ليس فيها شفعة، ولكن هي لأنه الأشياء المنقولة موجودة في الأرض ومتعلقة بالأرض أخذت حكمها. أحسنت، جزاك الله خير. جزاك. وقريب من هذه القاعدة قولهم: يغتفر في الشيء ضمنا ما لا يغتفر فيه قصدا. ومن فروعها: يثبت رمضان بعدل ويتبعه شوال من حيث الفطر. ومنها تمام. البيع الضمني. واضحة. أول أصل رمضان.
يغتفر فيه ضمنا نعم ما لا يغتفر فيه قصدا، فثبت رمضان بعدل، يا خلاص إذا اتبع به شوال. نعم. نعم. ومنها البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر في ذلك تقل. يعني البيع الضمني مثلا تجي، مثلا البيع الضمني مثلا يعني تجي انت وتشمر الفلوس على شو اسمه وتاخذ غرضك على الميز، وتطلع. وتاخذ على النستة وتمشي. زين. نعم. ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل. طبعا يستقل أراضي كبيرة وعقارات ومليارات، هات ايه. تشمر الفلوس وتمشي. مم. ها. نعم. لا ما نعم. ت... الا اذا كنت كلش غني ولو كنت كلش تاخذ غني السويتش وتطلع. ما تذهب له تمشي، الا تقول له بيش ويقول لك بيش، جزء ما يبيع. نعم. ايه. نعم. غير إجاب وقبول. نعم. ومنها الوقف على نفسه لا يصح، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم استحق في الأصح تبعا. تمام. وربما عبر عن هذه القاعدة بقولهم يواني ما لا يغتفر في الأوائل. جميل. تمام. جميل. نعم. ومن فروعها ما لو حضر القتال أعمى لم يسهم له، أو عمي أثناء لا القتال قتال يعني، أسهم له. ايوه. احسنت، واضح. أسهم له. نعم. تمام. ومنها نكاح المحرم لا يصح وتصح رجعته. اي نعم. يصير أيوة. محرم، صار مرته مطلقه وقال نعم. راجعته مع المراجعه تبع للزوجيه. أيوة. لكن هذا يغتفر في الشيء ضمن ما لا يغتفر فيه القصد، ما يصير يتزوج وهو محرم، لكن جميل. يصح رجع. نعم. نعم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وسلم. أحد الجاي يعني إن شاء الرحمن بل